والآن أيها الإخوة ندعو المتسابق السابع وهو الأخير في هذا اللقاء، محمد أحمد محمد من دولة جيبوتي. من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من كان في الضلالة فالرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يولدا. أحسنت، بارك الله فيك. وبتلاوة المتسابق محمد أحمد محمد من دولة جيبوتي نصل وإياكم أيها الإخوة الكرام إلى ختام لقائنا هذا، والذي استمعنا فيه ل7 من المتسابقين.